صار في مفاجأة كبيرة بكأس الأمم الأفريقية. كيف بالضبط تأهلت تنزانيا وهي بالمركز الثالث؟ تنزانيا عملت إنجاز تاريخي، لأول مرة بتتأهل من دور المجموعات. والجائزة مباراة نارية ضد المغرب، البلد المضيف والمرشح الأقوى للبطولة. بس لحظة، تنزانيا خلصت ثالثة بمجموعتها، طيب كيف تأهلت للدور اللي بعده؟ السر كله في نظام البطولة نفسها، بطولة 24 فريق. الموضوع بسيط، الأول والثاني من كل مجموعة بيتأهلوا مباشرة، وبعدين بينضم إلهم أفضل 4 منتخبات احتلوا المركز الثالث. يعني كأننا بنعمل دوري صغير لفرق المركز الثالث، وأحسن 4 منهم بيكملوا. طيب على أي أساس بيتم ترتيبهم؟ هنا بتيجي أهمية معايير كسر التعادل. وهنا الموضوع صار مثير جدا. خلينا نركز على تنزانيا وأنغولا. الفريقين كان عندهم نفس كل شيء، نقطتين وفارق أهداف -1، تعادل كامل. وهنا الحسم كان بالمعيار الثالث، عدد الأهداف المسجلة. أهداف تنزانيا الثلاثة كانت حاسمة. هذه القاعدة الصغيرة هي اللي بترسم شكل أدوار خروج المغلوب كلها. ولهذا السبب بالذات تحددت مواجهة المغرب مع تنزانيا في دور ال16. لتنزانيا الموضوع أكبر من مجرد مباراة، هذه لحظة تاريخية للبلد كله. يعني مواجهة كلاسيكية، المرشح الأقوى ضد الحصان الأسود اللي فاجأ الكل. وهنا بتكمن أهمية الموضوع، هدف واحد بس غير كل شيء وخلق مواجهة ما كانت بالحساب.